عندي هنا في البدايه 4 لتر ونص من الزيت القديم المستعمل المحروق. طبعا الزيت ده احنا قالين كل حاجه فيه، اي حاجه عندك تخطر على بالك احنا قالينها فيه، لاجل كده هو شكله بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. عندي هنا بقى ركنت الزيت عندي، وعندي هنا الكميه دي ميه حوالي 3 كوبايات من الكوبايه اللي انا بشتغل فيها دي، وحطيت فيها كميه من الليمون اللي عندي، لو عندي في الفريزر ليمون او عندي قشر ليمون او عندي قشر برتقان او ليمونه بايظه او برتقانه بايظه، هتغليها بنفس الشكل ده كده في الميه. ولازم الميه بتاعتنا تغلي كويس علشان الصابون بتاعي ما يطفش الزيت منه على الوش وبقيه المواد تكون موجوده تحت، لان هو ده السبب اللي بيخلي الصابون بتاعي يطف زيت على الوش وبقيه المقادير تحت بتكون تحت موجوده. لازم الميه تكون مغليه كويس. اخدت من الميه دي بقى كده بعد ما جبت الطبق الاستانلس بتاعي اللي انا هشتغل فيه، وما ينفعش ابدا ان انا اشتغل في حاجه المونيا طالما هنشتغل بصودا كاويه او مواد من اللي هي المواد اللي بتحرق دي، خلاص ما ينفعش ان احنا نشتغل في حاجه المونيا لانها تخرم معانا الالمونيا وتبهدلها. حطيت كوبايتين من ميه الليمون اللي انتوا شفتوهم ده كده، بس اهم حاجه ان انا صفيتهم من اي شوائب موجوده فيهم. عندي هنا بقى في البدايه الكيس ده عندي فيه صودا كاويه اللي هي البطاس او القطرونه او مسلك المجاري، وليها اسامي كتيره خالص في الدول العربيه. تمام. بس كده هاخد منها كوبايتين، لكل لتر عندي كوبايه، يعني هاخد منها 4 كوبايات لل4 رتل ونص بتوعي. وفي البدايه خالص قبل ما اشتغل هنا وقبل ما اجي جنب الزيت اصلا لازم اكون لابسه كمامه واكون لابسه الماسك بتاعي واكون لابسه الجواندي. ما عندكيش ماسك خالص البسي نقاب، لفي اي حاجه على بقك كده ومناخيرك علشان خاطر الحساسيه. شايفه الفوران بتاع الصودا الكاويه بتاعتنا ده؟ كل دي شوائب اللي طالعه دي بتاذي، خلي بالك انها بتاذي الايد وبتاذي الوش وبتاذي النفس والصدر وكل حاجه. خلي بالك دي اول حاجه لازم تعمليها، تلبس الجواندي وتلبس الكمامه علشان خاطر ما تضريش نفسك، لان في ناس ما بيكونش عندها حساسيه وبيجي لها الحساسيه من الشوائب دي. تمام كده. اخدت 4 كوبايات من الصودا الكاويه اللي هي الصودا القشور او القطرونه او البطاس او اي اسم من الاسامي اللي حسب متوفر عندكم، واللي عارفه اسم غير كده تكتبوا برضو معانا في التعليقات علشان الناس اللي هي الجديده اللي مش عارفه معناها ايه. لازم من الجواندي والكمامه. خلوا بالكم اي معلقه عندي بقلب بيها، كل الحاجات دي مش بتضر الالمونيا غير الالمونيا بس، يعني مش بتضر اي مواعين عندي. شغل الصابون ده اي نوع صابون سواء صابون السائل او صابون القطع ده بيضر في المواعين الالمونيا بس، مش بيضر في البلاستيك ولا في الاستانلس. هدوب الحاجه عندي كويس واسيبهم حوالي 10 دقايق يدوبوا مع بعضهم، وفي الوقت نفسه يهدى الشوائب منه شويه، وبعد كده هشتغل. ويا ريت وانت بتشتغلي تكوني بتشتغلي في مكان مفتوح علشان ما تكتمش عندك ريحه الصودا وتضر الاولاد فيه لا قدر الله، علشان ان احنا حاطين كميه كبيره، يعني 4 كوبايات داخلين على حوالي نص كيلو. دوبتهم كويس وبردوا معايا، وجبت الزيت بتاعي اللي انا هصفيه. لازم تصفي الزيت بتاعك كويس قوي بمصفى زي اللي انت شايفاها دي كده. ما عندكيش مصفى هتجيبي فردة شراب من العادي خالص القديمه اللي عندك مقطوعه وهتصفي بيها، هتلبسيها في ايدك كده زي الكيس وتصفي بيها، او في كوبايه او في اي حاجه او في شفشه، وبعد ما تصفيهم حطيهم. طبعا دول 4 رتل ونص من الزيت المستعمل، بس انا حاطه هنا مقادير 4 بس علشان خاطر النص لتر ده هياخد برضه في بقيه الحاجه علشان الصابون ما يبقاش يحرق ايدي بعد ما ينتهي. وبمناسبه الحرقان الايد ما بنستخدموش غير بعد اقل حاجه اسبوعين بعد تصنيعه. ما ينفعش ان انت تستخدميه قبل اسبوعين علشان ايدك. لو انت مجبوره ليه وهتستخدميه هتلبس جواندي في ايدك زي ما احنا هنعمل برضه في الشغل اللي جاي. بس كده نزلت بالزيت بتاعي على الصودا، وما شاء الله اللهم بارك يعني الدنيا تمام والصودا مظبوطه، فهتخليه يكتل معايا على طول. طيب ده كتل كده يا موسف، لسه ما حطيناش اي مقادير عندنا تانية، هنشتغل برضو مع بعضينا وهقول لك تعملي ايه. اديته تقليبه كويسه قوي، بدا يكتل معايا بنفس الشكل. ممكن واحده تصبه بنفس الطريقه بس ما يكونش فيه رغوه وما يكونش فيه المواد الحافظه اللي احنا بنحطها. علشان كده نزلت بحوالي نص كوبايه من الخل ده بيحافظ على ايدينا وبيحافظ على نعومه ايديكي، وفي الوقت نفسه ما بيخليش الصودا الكاويه تحرق في ايديكي ولا تحرق كمان في المواعين. ونزلت معاها كمان بكوبايتين من البريل، المفروض لكل لتر كوبايه من البريل. هتلاقيني كاتبالك كل حاجه في التعليقات، مقادير اللتر الواحد ومقادير ال4 لتر برضه لو انت عايزه تعملي كميه كبيره زي دي. هبدا ادوب البريل بتاعي وهبدا ادوب الخل بتاعي، وهعمل حاجه حلوه قوي علشان ما تدينيش ريحه ابدا للزيت القديم اللي عندي ده في الصابون. بعد ما يصبن معايا واجي استخدمه ما يكونش فيه ريحه ابدا وحشه، اللي هي ريحه الزيت بقى انه محروق والكلام ده. هنحط الحاجه الحلوه الجميله اللي جايه دي، سواء النوع ده يعني مثلا انا ما اعرفوش بصراحه هو مقطع ولا لا، وانتوا عرفتوا انه مقطع حقكم عليا. هو كان متوفر عندي في البيت من فتره. ده كلوركس، اي نوع عندك استخدميه ان شاء الله. الكرول العادي خالص اللي بتجيبيه من المحلات العادي خالص، تمام، من الاسواق العادي يعني. هتحط منه حوالي يعني لكل لتر هتحط له جوز معالق بس من الكلور.
ده بيديكي الصابونه بتبقى لونها فاتح وبتبقى بيضه جميله وحلوه معاكي، وفي الوقت نفسه بيشيل ريحه الزيت خالص المحروق معانا من الصابون. هنا بقى هحط 4 معالق من ملح الليمون و4 معالق كمان من البيكربوناتو، وهكتب لك كل المقادير دي ما تخافيش، وزي ما قلت لك هكتب لك مقادير اللتر ومقادير ال4 لتر في التعليقات باذن الله. عندنا هنا بقى حطيت ال4 معالق من اللي هي البيكربوناتو، تمام، ودوبت. كل ما بحط حاجه بدوب. عندنا هنا بقى 4 معالق من الملح الليموني، والمعالق معانا مليانه وحلوه علشان تدينا نتيجه تنظيف كويسه قوي، وهوريها لك في اخر الفيديو. بس كده حطيت كمان ال4 معالق دول واديت تقليبه. كل ما بحط مكون معايا بدي تقليبه حلوه كده علشان الحاجه ما تكتلش تحت وتبقى موجوده تحت، والخامه بتاعتها ما تطلعش في الصابون عندي. وهوريك الصابون لونه ابيض وجميل ازاي بعد ما صبن معانا وبعد 5 ساعات بس، وما شاء الله اللهم بارك النتيجه بتاعته كانت ممتازه. واحنا شغالين كده عشان ما ننساش طريقه الحفظ بتاعته، بتحطيه في اي منور ولا في اي مكان فيه كميه من الهواء كده، يعني داخل له هواء، ما تحطوش في اوضه جوه ولا مثلا فوق الدولاب ولا فوق نيش ولا فوق اي حاجه زي كده، علشان ريحته الصودا ما تضرش الاولاد عندنا في البيت. هبدا بقى اكمل بقيه المقادير بتاعتي واكمل على كده. نزلت هنا بقى عندي كوبايه من اي نوع شاور عندك، اي نوع شاور جل عندك، اي نوع، مش بقولك النوع ده، اي نوع عندك بتنزلي بيه بحوالي بنص كوبايه كده ولا بكوبايه. دي بتدي ريحه جميله للصابونه وبتدي نعومه كمان في ايديكي وانت بتستخدمي. بجد بجد الصابون ده اللي هتعمله وتجربه ما هتستغناش عنه تاني ابدا. انا ما شاء الله بفرح للزيت القديم المستعمل ده عن الزيت الجديد كمان. يعني انا بحب الزيت القديم علشان بعمل له صابون زي كده بيخلي معانا ما شاء الله المواعين زي الكريستال. كل المواعين الالومنيا بجد ما بينفعش معاها غير ده. طيب هنيجي هنا بقى للمواد الحافظه بتاعتنا واللي هتزود لنا الرغوه. عندنا 4 معالق من الملح العادي خالص، ملح الطعام العادي، ويكون ناعمين، ما تحطيش ملح خشن. لو حطيتي ملح خشن مش هيدوب خالص، والملح احنا عارفين ان هو ماده حافظه ولازم نحطه للصابون، هيحفظه لنا فتره طويله، ولو قعد معاكي سنين طويله الصابون ده بعد ما ينشف عمره ما يبقى ليه ريحه وحشه ابدا. دوبته برده كويس واتاكدت انه داب معايا كويس. وخلي بالك من ايديكي لو نطر عليها اي حاجه او طفل موجود جنبيك ونطر عليها اي صودا من الصودا الكاويه دي، اي معلقه من الخل كده وادهني له بيها ايده وبسم الله اللهم بارك هتبقى حلوه قوي. حطينا هنا بقى 4 معالق كمان من السكر العادي خالص بتاع الاكل العادي، تمام. ده برده بيرفع الرغوه عندي وماده حافظه برده للصابون عندي. هدي تقليبه بقى حلوه واسيبه حوالي 10 دقايق زي ما هو كده بالظبط، واجي اشوفه هلاقيه وصل بالطريقه دي. يعني انت لو تعبانه في التقليب مش هتقلبي كتير، هتعمليه بنفس الشكل وتقلبي لغايه اخر المكونات عندك اللي انت هتحطيها، وبعد كده هتسيبيه حوالي 5 دقايق والمعلقه فيه وهتلاقيه عمل زي الكيك بالظبط، وخلاص على كده هتصبيه. طيب انا مش قادره اقلب خالص، هتعمليه بنفس الطريقه وكميه صغنونه في الخلاط وتخلطيها او في الكبه او بالمضرب السلك او المضرب اليدوي، تمام. بس كده هياخدش معاكي تقليب كتير علشان ايديكي ما توجعكيش. وفي الكبه على فكره بيخلي الصابون ابيض من انك انت تقلبي بايدك وتغلبي نفسك. يعني لو عملتيهم كميه صغيره بصغيره كده في الكبه او في الخلاط بيخلي الصابونه عندك بيضه وشكلها جميل. عندي هنا بقى اي نوع انت هتحطي فيه، سواء صاج، سواء صينيه، سواء كرتونه زي كده، سواء علبه بتاع جبنه او بتاع عصير. احنا عملنا كذا فيديو قبل كده وكل فيديو كنا بنصبه في حاجه شكل علشان انت تاخدي افكار وتعملي عندك، واللي عاملاها مشروع تخلي بالها كل ما تشتغل في حاجات الصابون دي لازم الكمامه والجواندي علشان ايديكي ما تتحسس ولا صدرك. بس كده صبيت نص الكميه بعد ما فرشت فيها الكيس بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهفرد الكيس كويس وبمعلقه كده وهساوي كل الجوانب عندي علشان اتاكد ان الجوانب مظبوطه. اهي الكيس لو مش مفرود مظبوط الصابونه بتطلع شكلها مش مظبوطه. وكده صبيت نص الكميه اللي عندي، واقل من كده التصبينه بتاعته ما تصبيهاش، لانك انت لو صبتيه بدري عن كده مش هيصبن معاكي ومش هيجمد في الكرتونه عندك او في الكيس، وهيغلبك لغايه ما ينشف، هياخد فتره معاكي حوالي يوم او مثلا 12 ساعه 20 ساعه في الكلام ده. انما كل ما تقلبي شويه قبل ما تصبيه كل ما هيتجمع معاكي على طول والصابونه هتنشف معاكي بدري. وهقول لك حاجه تانية برضو هتخلي الصابونه تنشف معاكي وممكن كمان بعد ساعتين مش 5 ساعات كمان.
فرشت الكرتونه بنفس الشكل الناحيه التانية وحطيت فيها الكيس برضو، وفردت الكيس ونزلت ببقيه الكميه اللي موجوده عندي التانية، لان دي ما شاء الله ما بارك كميه كبيره تقعد معانا فتره طويله. والحبايب برضو كل اللي نصيب في حاجه بياخدها، وما تفكروش احنا بنعمل الحاجه دي وبنوزع منها اكتر من ما بنخلي، علشان خاطر يكون لينا نصيب فيها بره. يعني اللي ليكي بره احلى من اللي ليكي جوه في يخلص في البيت. فبندي للحبايب والقرايب وكله بياخد، بس بسيبها بعد ما بتنشف خالص خالص، بتاخد اسبوع واتنين، وبعد كده اللي ليه نصيب في حاجه ببعتها له. بس كده خلصت بقى، عدلتهم كده بنفس الطريقه وهحطهم على الرخامه. طيب انت بقى عايزاه يصبن بعد ساعتين وانت قاعده وتقطعيه، هتغطيه باي حاجه من فوق، صاجه ما تكونش ألمونيا، او صينيه ما تكونش ألمونيا او استانلس او الحاجات دي كلها، لا، اي صاجه عندك قديمه او اي كرتونه عندك هتتحط عليهم من فوق كده، ما هتنزلش فيهم من تحت، غطيهم بيها وحطي عليها تقل من فوق. ما شاء الله ساعتين بس هيكبس الحمو في قلب بعضيه، مش هينتشر في المطبخ ولا عندك في الشقه. وبعد كده الكبسه بتاعته دي هتخليه يصبن معاكي ساعتين بس، وبعد كده ما شاء الله اللهم بارك هتقطعيه وتلاقي النتيجه حلوه قوي. بس انا استخدمته بعد ما قطعته على طول علشان اوريكي في الفيديو. انما انت لو هتعمليه هتقطعيه وتسيبيه في منور او في مكان كده، هسيبه 5 ساعات بس بالظبط، وجيت بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انت بعد ما تقطعيه هتسيبيه في مكان هاوي ينشف براحته بعد اسبوع كده او 2، وابدأي استخدميه. هنا بقى جبنا السكينه ولازم اقطعه لو اول ما يوصل في المرحله دي، ما ينفعش ان انا اسيبه لما ينشف قوي وارجع اقطعه. لو سبته لما نشف خالص طبعا مش هيطلع لي نتيجه حلوه، لان مش هتعرفي اصلا تقطعي الصابونه. فعلشان كده بنقول نطلع عليه بعد ساعتين او 4 ساعات او 5 ساعات علشان نقطعه ونسيبه مكانه. انا طلعته من الكرتون علشان اوريكي واكمل لك بقيه الفيديو، انما انت قطعيه وسيبيه زي ما هو كده، وسيبيه في منور او في شباك او في اوضه على جنب ما بتستخدمهاش، الولاد ما بيخشوش فيه عشان الاطفال الصغيرين. وبعد كده اسبوع ولا 2 ابدأي بقى طلعيه من الكرتونه واستخدمي. تمام. كل ما بتنشف الصابونه عندك كل ما بتدي لون ابيض وجميل، وريحتها ابدا ما بيكونش فيها ريحه زيت ابدا. وبالله عليكم انا والله لو لاقي ان هو وحش مش هقول لكم خالص اعملوه ولا استخدموه في بيتكم، بس اهم حاجه تحرصي على ايدك بالجواندي وانت بتعمليه. بس كده نزلنا بقى بالكرتونه بتاعتنا بعد ما قطعناها، وما شاء الله الحتت بتاعته حلوه ماسكه نفسها وحتت جميله. والحتت بتاعته على حسب ما انت عايزه الحته كبيره هتقطعيها كبيره، عايزه الحته اصغر من كده قطعيها حسب ذوقك انت وحسب حاجتك. الحته عندنا ما شاء الله اللهم بارك حجمها جميل وحلو، وفي الوقت نفسه تقدري انك انت تمسكيها وتبري بيها بالسلكه، على مثلا لو هتدعكي مواعين او هتغسلي بيها هدوم. وعلى فكره ممتاز في تنظيف الشرابات البيضاء اللي الناس كلها بتغلب في تنظيفها، اللهم بارك بينظفها بسهوله جدا. بس معاكي لما الصابونه تنشف استخدمي اغسلي بيها الشراب عادي، او اي بقعه على اي ملابس عندك اغسليها بيها عادي، وبعد كده اشطفيها وارجعي حطيها في الغساله. تعالي بقى هنا كده بعد ما قطعناهم ووريتهولك بنفس الشكل، جبنا حته سفنجه وشويه ميه ما فيهمش اي حاجه خالص، وبدات رغيت بالسفنجه بتاعتي او السلكه بتاعتي من الصابونه اللي عندي. ده لسه معمول بقاله 5 ساعات بس، ما عادش لما نشف. كل ما بينشف كل ما رغوته بتزيد، كل ما نظافته بتزيد، كل ما لون الصابونه بيبيض معاكي، كل ما جودتها بتبقى احلى طبعا وخامتها بتبقى احلى. في ناس بتعملها مشروع وتطلع منها من البيت وترزق منها وهي قاعده في البيت، بتلم من جيرانها الزيوت اللي عندهم وهي تستخدمه في البيت وتعمله، وتاخد مثلا كميه او تتفق على حسب مثلا انا هعمل لك الشغل ده واخد عليه كذا. كل واحده منكم تعمل شغل عندها في بيتها بتدخل دخل لبيتها وتساعد جوزها، وربنا يقوي الجميع ويرزق الجميع من واسع فضله. محدش يقعد ساكت، كله يجاهد على قد ما هو قادر. والمجاهده في الشغل او في الرزق المهم يكون بالرزق الحلال، هيكون حلو قوي وحاجه لاكل عيشك لبيتك. انت نفسك هتبقى روحك مرفوعه وحلوه، النتيجه ممتازه. اشوفكم على خير ان شاء الله.